تشكيل المتوقع بقى لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا. يا ترى روي فيتوريا بيفكر في إيه؟ أنا شايف اللي أنا من وجهة نظري أنا الشخصية هو طبعا إن شاء الله محمد الشناوي أفضل حارس في مصر وأفضل حارس في أفريقيا، هيكون أساسي إن شاء الله في منتخب مصر. الناحية اليمين هيلاعب عمر كمال عبد الواحد، بس لو كان خف يعني لو الإصابة اللي اتصابها في ماتش تنزانيا دي ما كانتش كبيرة. في قلب الدفاع طبعا هيلعب بأحمد حجازي وهيلعب بمحمد عبد المنعم. الناحية الشمال أنا في وجهة نظري بقى فيها كلام، يعني هل هو هيلعب بأحمد فتوح ولا هيلعب بمحمد حمدي؟ أحمد فتوح طبعا بقى له فترة ما بيلعبش، لكن محمد حمدي رجليه في الملعب، لكن أنا شايف إن الخبرة أكتر لأحمد فتوح. بالنسبة بقى لخط النص، برضو بخط النص مروان عطية، أنا شايف إن مروان عطية أساسي في منتخب مصر، يعني مروان عطية من أفضل خط الوسط في مصر دلوقتي. فنيجي المكان التانيين بقى، فهو هل هو هيعتمد على النني ولا هيعتمد على امام ولا هيعتمد على حمدي فتحي؟ في هنا خلاف. فطبعا هو بس انا في رايي انه برضه هيعتمد على النني للخبره. في الناحيه الثانيه من خط النص هيلاعب زيزو، مش هيلاعب امام. زيزو بيحرر اكتر محمد صلاح لان زيزو بيكمل في الناحيه اليمين اكتر. زيزو اخطر من امام في خطه فيتوريا. هنشوف برضو القصه هتبقى ماشيه ازاي. طبعا في الناحيه الهجوميه هيلعب صلاح وهيلعب مصطفى محمد وهيلعب تريزيجيه. مرموش هيكون احتياطي. انا من وجهه نظري الشخصيه لازم يستفاد من مرموش، خصوصا في المكان بتاع المهاجم. يعني مرموش بيلعب في الدوري الالماني مع انتراخت فرانكفورت في مركز المهاجم. فكل ده طبعا الاحتمالات، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي ان شاء الله مع منتخب مصر.